ايه هو اصلا السايبر سيكيورتي بقى؟ ازاي تعمل اختراق برمجيات حقيقيه؟ ازاي هنشتغل على مجال الشبكات؟ ايه الفرق بين البورت والبروتوكول؟ هنتعلم ايه في الكورس بتاعنا؟ الكورس ده مكون ببساطه شديده من 5 اقسام. هيبدا يساعدك في البدايه انك تتعامل مع مجال الشبكات، ثم الاوبريتنج سيستم، ثم ازاي تعمل اختراق برمجيات حقيقيه سواء سيرفرات او نتورك او اجهزه اناليسيز انت بتشتغل عليها، ثم بتتعامل مع قسم الهندسه الاجتماعيه، ازاي بتشتغل على السوشيال انجينيرنج، ايه هي اخطر القصص اللي حصلت اساسا في مجال السايبر سيكيورتي، الداتا اناليسيز ازاي بيتم اختراقها عن طريق الايحاء او عن طريق الاسلوب البشري اللي بيساعدك من فرد لفرد بدون تدخل تكنيكال، واخيرا وليس اخيرا هنستفيد ايه او ماذا بعد هذا الكورس اقدر اشتغل عليه. انا باشمهندس مصطفى محمد، خريج هندسه نظم حاسبات جامعه الازهر. اشتغلت في مجال السايبر سيكيورتي بقالي اكتر من 10 سنين. تعاملت مع منظمات كبيره زي الاي تي اي والان تي اي. اشتغلت على مواقع فريلانس كتير زي خمسات، مستقل، فايبر، كفيل. تعاملت مع اكتر من 32 شركه سواء في مصر او في العالم العربي. طيب هنتعامل ازاي او هنشتغل ازاي؟ ده اللي احنا هنتعلمه في مجال السايبر سيكيورتي. مده الكورس هتكون 150 ساعه، يعني ببساطه شديده لو قسمتها يومين في الاسبوع كل يوم منهم 3 ساعات هتاخد الكورس ده في 6 شهور. ولكن حرفيا اي شخص هيخش من البدايه مش محتاج اي نوليدج، بالتالي انا معتمد ان الكورس ده يشتغل معاك كزيرو نوليدج ويوصلك للهيرو نوليدج. هيوصلك من شخص مش فاهم اي حاجه عن مجال السايبر سيكيورتي لشخص بيشتغل بالدولار على فريلانسر او في مجال عمله كسايبر سيكيورتي اناليسيس.